هل هناك دليل من القرآن على منع المرأة الحائض من الصوم؟ يعني هذا الموضوع أثير في هذه الآونة، وكاين كاع شي ناس في الشبكة العنكبوتية تيتكلموا على أن المرأة الحائض خصها تصوم. ما كاينش شي دليل على أن المرأة الحائض ما خصهاش تصوم. وهذا السائل لعله تأثر بما سمعه، لأن قال لك هناك دليل في القرآن. نقول لك أيها الحبيب أيها المتابع أن أدلة الشريعة غير محصورة في القرآن الكريم. أدلة الشريعة القرآن، السنة، الإجماع، القياس، سد الذرائع، الاستصحاب، المصالح المرسلة، الاستحسان، شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة، العرف والعادة. كاين أدلة كثيرة يرجع إليها لمعرفة الحكم الشرعي، إما في شيء سابق أو في شيء محدث، حل نوازل المستجدات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه سيأتي في آخر الزمان أناس لا يقبلون الاستدلال بسنته، نسأل الله السلامة والعافية. من أشراط الساعة أن تقول للشخص قال رسول الله ويقول لك لا أنا بغيت القرآن، وكأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أقوالا مخالفة للقرآن. فهو الذي جاء بالقرآن، وهو الذي بين القرآن، وهو الذي شرع تشريعات مكملة لما ورد في القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته، جالس متكي مع راسه في الظل وفي المكيفات ولبس مزيان وشبعان وحنكو حمرين ومبرع مع راسه، يحدث بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان الناس يقطعون المسافات لسماعها، ويبذلون الغالي والنفيس لكتابتها وروايتها، ويتأسفون ويتحسرون إذا فاتتهم كلماتها. الصحابة والتابعون والأئمة الذين كانوا يعلمون قدر رسول الله ويعظمونه صلى الله عليه وسلم. الناس الآن لا يعرفون قيمة هذه الأحاديث، ولا يعرفون أن وحي من الله تبارك وتعالى، وأنها بيان للقرآن، وأن السنة النبوية حجة في الأحكام والعقائد. يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. واش كاينه في القرآن؟ جيبها لي من القرآن. أنا ما تقول ليش أبو هريرة، ما تقول ليش البخاري، ما تقول ليش إمام مالك، ما تقول ليش ابن مسعود. لو كنت تعلم قدر نبيك صلى الله عليه وسلم وقدر صحابته لما تلفظت بهذا الكلام. بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما حرمه الله. وإلا بدنا نقتصر غير على القرآن بوحده لن نعرف الصلوات الخمس. كيفاش غنصليو الصلوات الخمس؟ المواقيت تاع الصلاة ما مذكوراش في القرآن. عدد الركعات: الصبح 2 ركعات، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، 2 جهرا 2 سرا. فين غنجيبوا هاد التفاصيل ديال الصلاة؟ المواقيت، وجوب قراءة الفاتحة، وما يقال في الركوع، وما يقال في السجود، وما يقال في التشهد، والصلاة على النبي. إذا اقتصرنا على القرآن الكريم لن نعرف تفاصيل الحج وما يتعلق بالطواف والمبيت بمزدلفا والوقوف بعرفة والتفاصيل ديال هذا الشيء. لو اقتصرنا على القرآن الكريم لوحده غادي نلبسوا الحرير والذهب للرجال وقد حرمته السنة النبوية. إلا بنا نقتصر على القرآن بوحده، فينا واحد شارب الخمر، عقوبة شارب الخمر جاءت بها السنة النبوية. إلا بنا نقتصر على القرآن الكريم بوحده، فينا هي زكاة الفطر،
فين زكاة المال، زكاة الإبل والغنم والبقر والماعز، المقادير ديالها شحال غنخرجوا، وشحال هو النصاب ديال زكاة الخضروات، شنو هو النصاب ديال الركاز والمعادن، شحال هو الزكاة ديال النقدين والتفاصيل ديالو. الاقتصار على القرآن الكريم لوحده معناه الانسلاخ من الدين. لا بد أن نجمع بين القرآن والسنة النبوية، فالبيان ديال القرآن كاين في السنة النبوية. القرآن فيه قواعد، فيه عمومات، التفاصيل موجودة في السنة. القرآن فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن الأنصبة والمقادير والتفاصيل والشروط ومرور الحول، وكم نخرج في الذهب، وكم نخرج في الفضة، وكم نخرج في زكاة الزروع، وكم نخرج في الركاز، وكم نخرج من الإبل. إلا عندك 5 الإبل فيهم شاة، إلا عندك 30 بقرة كتخرج فيهم وحدة، إلا عندك 40 من الشياه كتخرج فيهم وحدة. تفاصيل هذه كلها موجودة في السنة النبوية. لذلك خصنا نكونوا واعيين بهذه الأمور، أن السنة النبوية حجة شرعية. وكل من يشكك في البخاري وفي مسلم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هدفه الحقيقي هو الضر في الإسلام. لا، ما عندك تكون غبي، صحابك عندهم مشكل مع البخاري أبدا، والله ما عندهم مشكل عندهم مشكل مع الإسلام. لأن إذا حيدنا السنة النبوية غادي يولي التلاعب. القرآن حمال يعني ذو أوجه. الجدال لأهل الباطل يكون بالسنن، السنن هي التي تبين وتفسر وتشرح وتوضح. إلى حيدنا القرآن، إلى حيدنا السنة النبوية، يقدر تزوج البنت وعمتها، يقدر تزوج البنت وخالتها، ما كاينش في القرآن بأنهم حرام. غناكلوا الحمير، حاشاكم، الحمور الأهلية ما كاينش في القرآن أنها حرام. غادي نمشيو لنكاح المتعة، ما كاينش في القرآن أنه حرام. غنفتحوا واحد الباب ديال الباطل، واحد الباب ديال الفساد لا يعد ولا يحصى. وقد وجدت نابتة في هذا الزمان تدندن على هذا الموضوع. ردوا البال، بعض الدعاة اللي كيسموا راسهم متنورين ومتفتحين وعقلانيين ويزعمون أنهم فقط يأخذون بالقرآن، هذو كلهم يضربون الدين من أصوله ومن أسسه. وراهم اللي جابوا هذه القضية ديال أن الحائض لا دليل على أنها تصوم رمضان. وإذا جئنا إلى السنة النبوية، الإمام البخاري رضي الله عنه بوب في صحيحه باب الحائض تترك الصوم والصلاة. الحائض ممنوعة من الصوم والصلاة. وذكر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشرح ويفسر معنى قوله أن النساء ناقصات عقل ودين، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. فعلمنا من هذا الحديث الصحيح أن المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابيات الطاهرات، في زمن العلماء الكبار الخلفاء الراشدين والعشرة والمهاجرين والأنصار، كانت المرأة إذا حاضت تترك الصوم والصلاة. وتيجي شي واحد الآن يعني لا يميز بين الفاعل والمفعول ويريد أن يستدرك على البخاري ومسلم وأن يستدرك على الصحابة. فمعنى نقصان المرأة لدينها وعقلها، معنى نقصان الدين أنها لا تصلي في وقت الحيض ولا تصوم في وقت الحيض. هذا هو نقصان الدين. الشهر ديالها ناقصة في الصيام وناقصة في الصلاة من حيث العدد، لكن من حيث الأجر قد تفوق الرجال، قد تفوقهم أضعاف مضاعفة من الأجر والحسنات. وفي حديث آخر أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ واش المرأة إلى جاء دم الحيض وتنقت منه واش تعاود لك الصلاة اللي ما صلتش دم الحيض؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حاروراء، أي أخارجية أنت؟ واش أنت مع دوك الخوارج اللي كيكفروا بالكبائر وكيتشددوا في الدين وكيكفروا الصحابة؟ حيت هما اللي كيقولوا هذا الشيء، هما اللي كيقولوا المرأة إلا جاب الله تنقت من دم الحيض كتعاود الصلاة بوحدهم.
لا يعلم أحد من علماء الإسلام وفرقه وطوائفه يقول بوجوب قضاء الصلاة على الحائض إلا الخوارج. كانوا عباد لكن كانوا جهال متشددين. كتلقى بعض الناس عابد ديما الصف الأول ديما كذا، لكن متشدد جاهل بالدين. هذا خصو يسكت، يصلي ويتصنت ويمشي يتعلم، ما يبقاش يتكلم في الأسياد ديالو. لأن الفقه صناعة، الفقه حرفة، الفقه مهنة، الفقه هبة. قد يكون الفقيه معتدل في عبادته لكن أعطى الله الفقه، وقد يكون العابد عابدا لا يفطر عن الصوم وعن القيام لكن لا يحق له الكلام في الدين لأنه ليس عالما، إنما هو عابد فقط. قالت: أحرورية أنت؟ قد كان يصيبنا ذلك، أي في زمن رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيجينا الحيض وكنفطر رمضان ويأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضائه، يعني كنقضيو هذاك الشيء اللي فطرنا. فدل على أن الحائض لا تصوم، وهذا إجماع، أجمع العلماء على هذا الحكم، ولا يعلم مخالف يعني لهذا إلا الخوارج، وإلا بعض المرتزقة وبعض المدسوسين الذين تأثروا بالاستغراب والاستشراق، الذين يريدون إفساد الدين وتشكيك المسلمين في ثوابتهم والمسائل التي اجمع عليها علماؤهم. والعلماء قالوا المرأة لا تقضي الصلاة لأن فيها مشقة، إلى كل شهر غتعاودي الصلاة ديالو فيها مشقة، والله ما بغاش لك المشقة وما بغاش لك التعب وما بغاش لك الحرج. أما شهر رمضان فإنه لا يكون إلا مرة واحدة في العام، فالمرأة تقضيه بعد انصرام رمضان. لذلك الله يجازيكم بخير، من الأسئلة اللي كثير عندنا هنايا: واش واخا نشرب الحبوب باش نمنع العادة الشهرية باش نكمل الشهر ديال رمضان باش ليلة 27 نمشي للتراويح؟ نقول لا حاجة لذلك، خليوا الأمور طبيعية، الله يرضي عليكم. لا حاجة باش المرأة تاخذ شي دواء باش تمنع العادة الشهرية ديالها. علاش؟ أولا لأن المرأة الحائض وخا ما صامتش وخا ما صلتش الأجر ديالها مكتوب لها عند الله. إلا كنتي كتصلي انت الشهر كله وجاك الحيض في ديك 6 أيام ولا 5 أيام، ديك الصلاة اللي كنتي كتصلي قبل كيتكتب لك الأجر ديالها، لأن ماشي انت اللي ما بغيتيش تصلي، الله اللي قال لك ارتاحي. إلا صمتي 24 يوم وجاك دم الحيض بعد 24 يوم، الأجر ديال الصيام راه مكتاب لك، الأجر مكتاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذه رسالة حتى لدوك الناس الكبار اللي عندهم مرض مزمن. راه انت إلا فطرتي حيت عندك السكر ولا الدياليز ولا القلب، راه الأجر ديال الصيام مكتاب لك. هل الحديث النبوي الله يرضي عليكم: إذا مرض العبد، انت راه عبد، أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. لم يعملها لمانع، انت بغيتي تصدق دخلتي يديك في جيبك نسيتي لقيتي فلوس ما عندكش، راه تكتبت لك حسنة. انت بغيتي تصوم جاك دام انت بغيتي تصومي جاك دام الحيض مع الفجر، قدر الله ما شاء فعل، صافي الأجر راه كاين. إذا لا حاجة باش ناخذوا هذوك الحبوب لأنه ما كاين حتى شي مصلحة في هذاك الخير. ثم هذه الأدوية التي تمنع الشيء الطبيعي الذي خلق الله عليه الأنثى، هذه الأدوية اللي كتمنع الحاجة الطبيعية لا بد غادي يكون عندها ضرر. والله عشرات مئات الأسئلة. كاين اللي عنده دابا مسكينة دم الحيض 3 شهور 4 شهور ما كيتقطعش، كاين اللي عندها السوائل، السائل الأصفر، هالبني، كل شيء. هذا الشيء بسبب يعني هذه الموانع ديال الحمل اللي كيستعملوا النساء في غير وقتها ولغير حاجة ولغير مصلحة. كثرة الأدوية وكثرة الهرمونات وكثرة التخربيقات حتى تخربقات العادة الشرعية عند واحد العدد النساء، ولاو ما تيصليوش الشهور وما عرفوش يفرقوا بين الاستحاضة وبين دم النفاس وبين دم الحيض وبين الصفرة وبين الكودرة وبين التارية. هادشي كلشي راه كنا نتكلم عليه في واحد الدرس، اللي بغى يمشي يرجع ليه راه فيه فوائد مهمة جدا فيما يتعلق بالدماء الطبيعية، دم النفاس ودم الحيض. كذلك الله يرضي عليكم هذه حبوب من الحمل أجازها العلماء
حبوب اللي كتمنع العادة الشهرية أجازها العلماء للمرأة في الحج فقط في طواف الإفاضة، لأن إلى قربت وقت السفر ديالها ما تقدرش تضيع الحج. هنا كتشرب هذوك الحبوب باش دير طواف الإفاضة ديالها باش ترجع بحجة صحيحة كاملة. هذا ما تيسر الإجابة عنه في هذا اللقاء الطيب المبارك المباشر. الله يجازيكم بخير على حسن الإصغاء والاستماع